تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من إجهاض مخطط إرهابي وشيك كان في مرحلة التحضير للتنفيذ المادي لعملية تفجيرية. التفاصيل مع حمزة الخضر، محمد العربي، يوسف الشرقي وجهاد ليبيري. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن إجراءات التدخل والاقتحام التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية وبتعاون ميداني مع عناصر الفرقة الجوية والمركز القضائي للدرك الملكي قد أسفرت عن توقيف 4 عناصر متطرفة من ضمنهم 3 أشقاء يرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي يبلغون من العمر 26 و29 و31 و35 سنة، كانوا ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد. المصدر ذاته أوضح أن هذه العملية الأمنية تم تنفيذها في مكانين مختلفين عبارة عن منزلين سكنيين يوجدان بكل من تجزئة العمران وتجزئة الأمل بحي الوحدة بإقليم حد السوالم، وشارك فيها تقنيو الكشف عن المتفجرات وعناصر الفرقة السينوتقنية التي تضم الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في رصد المتفجرات والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى مروحية للدرك الملكي قامت بتمشيط أماكن التدخل من الأعلى كانت تحمل قناصة متخصصين في الرماية عالية الدقة تابعين للقوة الخاصة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما أسفرت إجراءات التفتيش في أماكن التدخل يضيف البلاغ عن حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ومجموعة كبيرة من القنينات تضم سوائل ومساحيق كيميائية وأكياس تضم كمية كبيرة من أسمدة كيميائية ومادة الكبريت ومسحوق الفحم وأملاح ومواد مشبوهة، بالإضافة لأسلاك كهربائية ومعدات للتلحيم وأشرطة لاصقة يشتبه في تسخيرها لتحضير وصناعة المتفجرات، والتي تم وضعها رهن إشارة خبراء الشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة. وحسب البلاغ فقد انطلقت الأبحاث الاستخباراتية في هذه القضية منذ مدة بعدما رصدت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني شريط فيديو يعلن فيه الأشخاص الموقوفين البيعة والولاء لتنظيم داعش الإرهابي مع التعهد بارتكاب أعمال إرهابية وشيكة. وقد أوضحت إجراءات البحث والتعقب أن المشتبه فيهم قاموا في يوم واحد بارتياد 4 محلات لبيع العقاقير بمنطقة حد السوالم، اقتنوا منها مواد كيميائية أولية تدخل في صناعة المتفجرات قبل أن يعمدوا لتخزينها بمنزل أحدهم وتحضيرها للقيام بعمليات تجريبية لصناعة الأجسام المتفجرة. كما كشفت نفس الأبحاث والتحريات أن 2 من الأشقاء الموقوفين قام بزيارات استطلاعية في أماكن متفرقة وأوقات مختلفة وثقوا خلالها بالصور وبتسجيلات الكاميرا العديد من الأهداف المحتملة لمخططاتهم الإرهابية. وتشير المعلومات الاستخباراتية التي أكدتها إجراءات البحث أن المشتبه فيهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريبية باستخدام مواد متفجرة قبل الالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش في منطقة الساحل. وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم 4 الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يباشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الارتباطات المحتملة لهذه الخلية بالتنظيمات الإرهابية الإقليمية والعالمية، وكذا تشخيص وتوقيف كل العناصر المرتبطة بهذه الخلية الإرهابية.
تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نتابعها في تصريح السيد حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية. في إطار الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة الجريمة الإرهابية والتصدي للخطر الإرهابي، وبناء على معلومات أمنية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن هذا الأخير صبيحة هذا اليوم من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 4 عناصر، 3 من بينهم 3 أشقاء ينشطون بمنطقة حد السوالم ضواحي مدينة برشيد. الأبحاث والتحريات مكنت على أنه تم كذلك ومن خلال التدخل الذي قامت به القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومتخصصون في الرماية الدقيقة عالية الدقة، وكذلك مروحية تابعة للدرك الملكي قامت بتمشيط من الأعلى، بالإضافة إلى تقنيي الخبراء المتفجرات وكذلك الكلاب المدربة للشرطة. هذه التفتيشات التي قامت والأعمال المنجزة بتنسيق مع النيابة العامة مكنت من حج عدة كميات مهمة من السوائل والمصاحق والمواد المشبوهة والأسلحة البيضاء بالمكان الذي تم التدخل فيه، والتي ستحال على مختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها للخبرة ومعرفة نتيجتها. كما أن الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية سيتم وضعهم تحت التدبير، كما أن الأشخاص الذين تم إيقافهم سيتم وضعهم تحت الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة والبحث معهم لمعرفة مدى ارتباطاتهم وعلاقاتهم بأشخاص آخرين، ولمعرفة كذلك مدى ارتباطات وعلاقات هذه الخلية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الخارجي. وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفي الاستمرارية العمل الدؤوب والعمل الاستباقي الذي تنهجه هذه المديرية من أجل صد كل خطر إرهابي قد يحدق بأمن المملكة.